التحية لروح الفنان علي مصباح. لطفي العماري، محمد السادس يزور عبد الرحمن اليوسفي. هي صورة لكنها صورة مليئة بالمعاني وبالدلالات ونحتاجها برشا اليوم في تونس، ويريت أنها تكون عندنا نسخ منها في علاقة السياسيين ببعضهم، ونخرج شوية من حالة الأحقاد وتصفية الحسابات والعودة إلى الخمسينات والبحث معناها في الأرشيف عن من فعل وعن من ارتكب وعن من نكل، والبلاد كما ترون الحال متاعها. سيد هذا اللي مشى طلع عليه جلالة الملك، ونحييه الملك هذا لأنه بصراحة قاعد يفرض في روحه كزعيم نموذجي، رغم أنه ليس بالرجل السياسي المنتخب، لكنه هو اليوم صمام أمان لبلاده وعرف يحق لها انتقال ديمقراطي ووصول إلى ملكية دستورية جعلت المغرب اليوم تقريبا تقود قافلة الدول معناها النامية، واللي ربما تحقق في معدلات نمو خير من برشا دول حتى موجودة في أوروبا، وهو في جميع المجالات، تلقاه في رواندا وتلقاه في كوت ديفوار وتلقاه في الخارج يدافع على بلاده ويعمل في العلاقات ويعمل في الدبلوماسيه الاقتصاديه. دونك الصوره هذه مع زعيم سياسي، الرجل هذا كان من اكبر المعارضين للوالد نتاعو، كان انسان معناها هو محامي وفي نفس الوقت معناها صحافي، خاض عديد المعارك من اجل الحريات ومن اجل دفاعنا على المغرب كما حلموا به جماعه حزب الاستقلال هو والزملاء نتاعو معناها عبد الرحيم بوعبيد، ونذكر احمد البصري، ونذكر المهدي بن بركه المعارض السياسي الذي تم تذويبه بالحامض الفوسفوري، كان صديق حميم ليه، وربما معناه كان من الناس اللي شهدوا وحب ياخذ حق صاحبه، تحاكم الرجل هذا تنفاه معناها تحكم عليه حتى بالاعدام، ومع ذلك من بعد رجع ومن رجل نضال تحول الى رجل دوله، وامسك بالحكومه المغربيه وامن انتقالها من الحسن الثاني وقت اللي توفى الى ابنه، ومن بعد وخلى البقعه الاجيال الاخرى. مشى الملك محمد السادس مرتين يطل عليه ويسلم عليه ويواسي فيه. الصوره كيف فكر تاع تثمين الرموز ما احوجنا لها اليوم في تونس، واحنا بلاد مفروض حاجات كيف هكا ما جديد علينا، ان شاء الله تولي عنا عاده وتقليد. شكرا لك لطفي العماري.